اتجبرت اصنع مكياجي بنفسي عشان ما يجيليش مرض، ودي سلسله بجرب فيها تجارب قبل ما اموت. ايه الجزء العاشر؟ بكل بساطه انا ومنيه، والنهارده هصنع ميك اب بنفسي وكلنا هنتجبر على التجربه دي. ليه؟ لان بعد ما طلع تصريحات وعرفنا ان النيل بوليش فيه مواد مسرطنه، طلع مش النيل بوليش بس، طلع كمان ان الميك اب اللي بنحطه كل يوم فيه مواد تسبب سرطان. قلت لازم اجرب اصنعه بنفسي. فهنعرف في الفيديو ده ايه بيحصل جوه مكونات المنتجات، ازاي بتتصنع وازاي بتتعبى. بس قبل ما نصنع لازم تكونوا عارفين ان الايلاينر فيه ماده الكربون والرصاص اللي بتدي صبغه سوداء وبتديك صبغه سرطانيه، دي الصبغه السوداء اللي على حق. اما بقى بالنسبه للليب جلوس واي حاجه سائله بيبقى فيها باربن وفيها فاتيليتس، يعني بالصلاه على النبي كده دي المواد الحافظه بس مش هتحفظك من الامراض. ولو جيت تقرا المكونات وما لقيتش اي مواد من اللي انا قلتها دي، هتلاقي كلمه perfume، وكلمه perfume تحتها كل المواد اللي تجيب لك امراض. البودرة بتاعت الأطفال والميك اب فيها تلج، وما أدراك ما التلج، مواد مسرطنة. الماسكارا فيها كاربون بلاك ورصاص، بنحط على عينينا رصاص، انتوا متخيلين؟ والنيل بوليش فيه TPO. فاتحركت بسرعة ورحت مكان في مصر الجديدة، ادوني كل المكونات اسيحها بنفسي واصنعها من الصفر. فقررت اعمل ليب جلوس وليب بالم واشوف المكونات كلها. اللي اتفاجئت بيه ان اول ما بدأت اعمل ليب بالم كأني في معمل، لازم البس جلافز في ايدي واستخدم كل حاجة متعقمة وكل المكونات طبيعية وما فيهاش مواد حافظة. وحتى لما كنت بحط أطعمة او روايح للمنتج كان مستخلص زبدة او زيت طبيعي، يعني كنت بحط زيت جوز الهند وزيت ليمون. وبعدين طعم المانجا كان عبارة عن زبدة المانجا، كانت طبيعية وريحتها ما كانتش قوية عشان مش متضاف ليها كحول. بعد ما حطيت كل المكونات مع بعض سيحته ومليت العلبة، بعدين سبته يتجمد، عشان كده خد وقت. وعشان هيتجمد وياخد وقت بدأنا في حاجة تانية. أما بقى الليب جلوس فخدت البيز وحطيت عليه الألوان بنفسي، وبتكون ألوان طبيعية وسايلة مفيهاش روايح مفيهاش أي حاجة. خطوة الروايح منفصلة تماما عن اللون. بعدها بنضيف الروايح، يعني مثلا الفانيليا كانت سايلة وما كانش فيها كحوليات مضرة، وحتى حطيت ريحة الشوكولاتة عشان تليق على اللون. كنت عاملة لون بني مزهر ملوش وصف، ومليت العلبة بالسرنجة. خطوة اني املي العلبة كانت خطوة صعبة جدا عشان المنتج ما يطلعش بره العلبة. وبكده صنعت اول ليب جلوس في حياتي، ودي درجة اللون اللي طلعت بامبي مبون، ودي النتيجة النهائية على الطبيعة. فبكل بساطة قبل ما تحط اي حاجة على جسمك اقرا المكونات، احسن ما تقرا روشتة الدواء اللي هتكون بتاخدها من المكونات اللي كسلت تقراها.